السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 والله العظيم. غصب عني ان انا اصلا كل فترة دي انا حوالي بقى لي 11 يوم ما نزلتش معاكم فيديو. بس والله العظيم حقكم عليا، انا كنت زي يعتبر زي واخده شفت واخدين. ما كانش عندي يا جماعه اي جهد، ما عنديش اي جهد اعمل اي حاجه. اعذروني، زعلوش مني بجد، زعلوش مني. انا بقى انا بصي، ماما كانت بتعمل اكل انا بجيت لكم اهو. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي والله العظيم. انا بقى يا جماعه بصوا، كان معايا كيلو لحمه ضاني ومعايا كيلو الربع لحمه اللي هي الكندوز. فاحنا سوينا الاتنين مع بعض عشان في عندنا فريق بيحب اللحمه الضاني وفريق بيحب اللحمه الكندوز، فاحنا عملنا من ده ومن ده عشان محدش ايه يزعل. طبعا ماما شوحت اللحمه زي ما انتوا عارفين بقى بالمنكهات بتاعتها، بالبصل باللورة بالقرفه بالحبهان بحته السمنه. شوحناهم شويه كده وغطينا، بعد كده حطينا ايه طبعا الميه السخنه وفي شويه فلفل اسود. طبعا انتوا عارفين الملح في الاخر. ماشي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى هنا ايه باميه. طبعا الباميه طالعه بالكيلو ب70 جنيه. ماما كانت جايبه ربع. بس ماما بتقمعها ازاي. بصوا بقى يا جماعه، انتوا وحشتوني. انا بقولكوا عمليه حلوه هنزل لكم فيديوهات الايام الجايه تحفه ان شاء الله. انا بس غصب عني والعظيم كنت واخده راحه. انا حتى يوم الوقفه كنت عامله رومي ومحشي وكنت عامله حوار ورقاق وقلقاس. ما قدرتش اصور، انا كنت فعلا هلكانه بالذات يا جماعه. موضوع البياض والحاجات دي تعبني جدا. فاعذروني حقكم عليا وانتوا وحشتوني والله العظيم، بس ده غصب عني. بصوا بقى، ماما كانت بتوريكم بقى الحاجه. كنا جايبين ملوخيه خضراء وكنا غاسلين طبعا الباميه دي كنا غاسلينها. هنا بقى يا جماعه انا ايه عملت تسبيكة بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. البامية حطيت معلقتين سمنة وحتة دهن. ماشي وروح اهي. ايه ده؟ ايه اللي جاب دي الاول؟ دي مش مشكلة مش مشكلة، جاب دي الاول بعد كده دي الاول. زي ما اهو زي ما كنت لسه بحكي، حطيت معلقة سمنة وحتة دهن. اللي هي يعني دي اللي هي يا جماعة. واسيحها كده شوية في السمنة وبعد كده بقى اخلط انا البصل عشان كنت بخلطه من فوق يعني. وانا حاطة السمنة عشان يعني بس ما اتدمعش عشان كنت صايمة. اهو بس يلا بقولكوا يا نشوف بقى نعمل ايه تاني. والله العظيم التصوير والكلام معاكم وحشني جدا. برضه اللحمه كانت بتغلي هي سايباها زي ما هي بقى. الحوار ده الكلام يا جماعه كان بعد العصر. بس بقولكوا بقى اللي احنا حاطينها دي هتسيح. كانت بصوا باميه، كنا عاملين طاجن باميه تحفه تحفه تحفه. الكلام ده يا جماعه ايه يوم الخميس. يوم الخميس العصر كنا احنا صايمين. طبعا كنا صايمين 6 البيض. هنا بقى طبعا كنت طحنت الطماطم بالهاند بلندر. طبعا الخلاط بتاعنا باظ فبقى مستلفه غلطتي من اختي الهاند بلندر هتموتني. فعملت بيه الهاند بلندر وصفيت الطماطم. وانا بقى عندي اناناس قشرته وقطعته كده حتت صغننه وهعمله ايه عصير عشان احنا صايمين زي ما قلت لكم صايمه ايه 6 البيض. طبعا لايك وشير وكومنت حلو بتاعك وشارك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وجودك كالعاده فوق راسي وبحبكم جدا. وحشتوني 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 طول الفيديو قعدت لكم وحشتوني 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 والله العظيم وحشتوني من ساعه. انا بصوا يا جماعه، لو انتوا عايزين الفيديو بتاع الجزء التاني من بياض الاوضه قولوا لي وانا هنزله لكم. انا معايا الفيديو بس انا قلت الاول اخد رايكم عايزين انزلكم ولا لا. ومعايا الفيديو بتاع البودي فور برضو لو انتوا عايزينه قولوا لي في التعليقات وانا هنزله لكم. والله هنزله لكم بكره لو انتوا قلتوا ان شاء الله هنزله لكم بكره. عملت بقى العصير وشلته في التلاجة. وهنا بقى كانت خلاص تسبيكة البامية اتسبكت. حطيت بقى ايه اللحمة. نحط بقى اللحمة ونحط معاهم شوية شوربة. وبعدين ايه بقى نحط شوية شوربة واسيبها تغلي شوية عشان ايه اللحمة كده تخش فيها الصلصة وكده. انتوا طبعا فاهمين يعني. بس بقى يعني بصراحة ده كان يعتبر أول يعني من ساعة العيد ما طبختش يعني ما عملتش أكل. أنا عملت بس يوم بانيه ومكرونة عشان أنا في يوم خرجنا أنا وخطيبي خرجني. ويوم خرجنا أنا والأسرة وكده يعني والعيلة يعني. وبقيت الأيام بقى كنا بنجيب أكل من بره. وكان برضو لما كنت عاملة يوم الوقفة كنت عاملة محشي بتنج. بس كنت عاملة أقول لك والله كنت عاملة بس أنا مصورتش. كنت عاملة محشي بتنجان وكنت عامله محشي ورق عنب وكنت عامله رقاق. وانا كنت اصلا اللي عامله رقاق في البيت يعني. كنت عامله اصلا الرقاق ذات نفسه. وكنت عامله اللهم صل على سيدنا محمد عامله قلقاس وعامله باميه وعامله رومي. طبعا الفيديو ده كان هيبقى تحفه بس انا فعلا ما كنتش قادره. كنت عامله عصير برتقال وعصير فراوله سوري عصير قصدي مانجا وعصير جوافه. كنت عامله تمر. هنا بقى يا جماعه حطيت طبعا شويه شوربه زي ما انتم شايفين طبعا في الفيديو. وحطيت شويه ملح. شويه ملح وشويه وحته مرقه او مرقه سكر وفلفل اسود وبابريكا. وهنا بقى خلاص كنا طبعا سيبنا شويه اللحمه تغلي شويه مع الصلصه. حطينا بقى ايه الباميه. نسيبها بقى كده مع نفسها حوالي ايه ممكن نص ساعه سكه نص ساعه كده. برضه زودنا شويه شوربه تاني.
ممكن تزودي شوربه او ميه، بس انا بحب ازود شوربه، يعني شويه شويه شوربه وشويه ميه عشان متبقاش بس ايه تقيله على المعده. بص بقى هنا خلاص كده اهي، خلاص كنت هطفي عليها اصلا. بصي ان انا عملت ازاي، ان انا اديت عليها شويه صلصه. بصوا كانت جميله. برضو احنا اكلنا منها يوم الخميس يا جماعه، بس انا قلت انزل لكم بقى ايه الفيديو يوم الايه الجمعه. هنا بقى يا جماعه حطيت حته سمنه بلدي. بصي يا جماعه معاكي طريقتين للباميه، ممكن تحطي حته تومه نيه وانتي بتشوحي البصله قبل ما تطشيها، ممكن تعملي الطريقه اللي انا هعملها دي. حطيت معلقه سمنه، حطيت نيجي نص معلقه توم كده نيه، ماشي، وشوحتها كده بقى، قعدت اشوح فيها شويه كأنك هتطشي ايه، آم، اسمه ده ملوخيه او باميه او كده، وحطيت شويه كزبره ناشفين. بص بقى مسكتها بقى، كان بص كانت رايقة طعمها تحفة، تجرب بس الطريقة دي والله العظيم هتعجبك جدا، وكمان خفيفة ما جاتليش معدتي. بص بقى، ايوه كانت تحفة. بصوا، قولي بقى تسلم ايدك يا جماعة، قولي تسلم ايدك. وبس خلصنا كده بقى البامية، كنا عاملين مكرونة يعني كنت يعني هنوديها لحد يعني. وانا بقى كنا اكلنا بصراحة، كنا صايمين فطرنا، وقلنا بقى ايه نشيل البامية دي في طواجن، عشان ايه اخواتي جايين بكرة وكده، واحنا قلنا نعمل اكل من يوم الخميس عشان ايه يوم الجمعة منقعدش ايه نقول بقى احنا عايزين نعمل اكل. وانا بصراحه ما بشوف خواتي اصلا مببقاش قادره اقوم من مكاني. هما بقى راحت حطاهم في طواجن، قلنا عشان طبعا ما ينفعش نسيب الطبيخ في ايه في الحله الالمونيا، يعني انتوا فاهمين عشان بتعمل يعني بيقولوا فيها اسمهم وكده. فايه حطينا في الطواجن طاجنين كده وسط، وحطينا بقى من اللحمه بالباميه بكله، وقلنا ايه بقى ينسوا بقى في لغايه بكره. طبعا برضو كنا صايمين برضو يوم الجمعه، طبعا صومنا. لسه بصراحه تاني يوم ليه النهارده في الستة من شوال، الناس بيقول لهم الستة البيض. يعني بقى ايه تاني يوم بقى كان على الساعة 6 كده، جبت بقى حلة حلوة كده زيك، ورحت بقى حاطة فيها شوية زيت، وحطيت حوالي ممكن ربع كيلو شعرية. طبعا انتوا عارفين ان انا بفضي الشعرية في حاجة، فما بعرفش بحط قد ايه، بس تقريبا ربع كيلو او ازيد من ربع كيلو مش عارفة. سبتها لغاية بقى تتحمر كده، وغسلة حوالي كيلو الا ربع اي اسمه ده رز، كيلو الا ربع او كيلو الا ربع رز. قلت بقى عشان العيال وكده بقى، والعيال بتحب مثلا الرز وكده. بس شوحت بقى كده الرز، واحط له طبعا شويه ملح وشويه معلقه سكر، ونزود بقى الميه. شوف بقى نعمل ايه تاني. بس هو نقلب كده، اوكي بقى نسقيه ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا الفيديو بتاعنا ده بس خفيف كده، مش فيديو يعني فيه حاجات كتيره، وفيديو خفيف كده. وان شاء الله الايام الجايه والله هنزل لكم كتير. خلاص بقى انا فضلت لكم وخدت كده اجازه بتاعت العيد، بس انا اجازتي كانت طويله شويه، اجازتي كانت 10 ايام او اكتر من 10 ايام. بس معلش والله غصب عني، والله فعلا غصب عني. زودت بقى المية اللي انتي طبعا حسب الرز بتاعتك حسب الحباية بتاعتك. طبعا طلع الغدا اصلا ده كبير، فجبت غطا المقاس. وانا بقى كنت بسخن شوربة عشان ايه اعمل ملوخية خضرا، وسخنت التجنيد، وعملت لسان عصفور لابن اختي عشان كان تعبان وعنده نزلة معوية وكده فايه، فعملت له لسان عصفور عشان الدكتور كان ممنوع من الاكل ده. وسخنت بقى الطاجن، حطيت كده واحد عليه قرن فلفل عشان خاطر ايه العيال وكده، احط بس واحد عليه قرن فلفل واحد لا، وكنت برضه كرش عليهم من فوق شويه ملح سوري معلش شويه فلفل اسود وشطه. هنا بقى يا جماعه اختي عملت لنا ملوخيه جميله قوي، لو حد عارفها يقول لي في الكومنتات. حطيت معلقه سمنه، وحطيت توم، ظبطته كده لغايه ما يصفر، وحطيت شويه كزبره. ماشي. هي بصراحه انا اكلتها عندها في العيد عجبتني قوي. ماما قالت لي احنا كنا بنعملها زمان، قلت لها خلاص انا هعملها. اختي قالت لي خلاص ايه هاتي انا اعملها لك. الصراحه انا يعني ما عملتهاش، دي اختي هي اللي عاملاها مش انا، عشان ما نكذبش يعني حرام. بس هتشوح كده فيها، وممكن تحطي طماطم اللي هي المضروبه في الخلاط، او ممكن لو عندك طماطم مسبكه مش مشكله برضو عادي. فكان عندي طماطم مسبكه اللي هي بتومه، فقالت لي اعمل بيها. تعب بصراحه يا جماعه كانت جميله او عجبتني. بص بقى راحت مزوداها بعد ما سبكتها شويه، خلت ايه خلت الصلصه دي نشفت، وهتحط عليها شويه شوربه. راحت بقى كنا ما عملنا كرمنا شويه ملوخيه وايه، وعملنا بقى بصوا عملنا بقى، وبعد كده بقى غرفنا الاكل وعملنا الملوخيه، وعملت ملوخيه طشيت ملوخيه خضراء، وسخنت لابن اختي شويه شوربه.
بس كده، ده شكل بقى نهاية الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وحشتوني قوي والله العظيم، واشوفكم في يوم جديد، والفيديو ده توحشوني جدا.